بعض الناس ملي كيتسلط عليهم الشيطان وكيسيطر على العقل ديالهم ما كيبقاوش قادرين يتحكموا في التصرفات ديالهم، خصوصا اذا تحول هذا الشيطان في صورة انسان وكيحاول يجرهم الافعال اللي ما كيقدرش يتصورها العقل. والقضيه ديال اليوم غادي تخلينا نطرحوا سؤال مهم: واش الظروف ديال الواحد تقدر تبدلو وتخرج منه اسوأ نسخه؟ جريمه اليوم فيها اختلاف كبير على كاع الجرائم اللي سمعتو من قبل. مسرح جريمه غريب بزاف والدليل المادي ما كاينش، اطراف كثيره واي واحد ممكن يكون هو المجرم. باش نجاوبوا على هذا الشيء كامل خاصكم تركزوا معايا مزيان، حيت من بعد هذه القصه غادي تشوفوا البشر بنظره مختلفه، وكل قصه وقضيه عندها روايات كثيره، ولكن هنا غادي تسمع الحقيقه كامله. القصه ديالنا غادي تمشي بينا من بنت بسيطه كانت عايشه في كازا، وكيفاش مشات لاوكرانيا وبالضبط في مدينه خاركوف سنه 2008. وبحالها بحال الطلاب اللي كيمشيو يقصدوا اوكرانيا باش يقراو، في ذاك النهار الثلج كان مغطي الشوارع كامله، والهدوء طاغي على الحي الجامعي، وحتى واحد ما كيدور في الزنقه. حتى ضربات تقريبا 7 ديال الصباح بالضبط، والطلاب اللي في الحي الجامعي بداو يفيقوا باش يبداو القرايه، وبداو يسمعوا ان واحد العماره اللي ساكنين فيها الطلاب الاجانب لقاو فيها واحد طالبه مغربيه مقتوله في الدار ديالها. هذا الخبر بدا يتنقل بسرعه وبدا يوصل لكاع الطلاب، ومنهم الطلاب المغاربه اللي كانوا كيعرفوا الضحيه. وحيت هذه العماره ما بعيداش على الحي الجامعي، كل شيء بغى يمشي يشوف اشنو وقع وشكون هاد الطالبه اللي تقتلات اللي ممكن تكون كتقرا معاهم في نفس المدرسه. وملي غادي يمشيو الجواب غادي يكون صادم، وبالفعل البنت كتقرا معاهم في كليه الصيدله بمدينه خاركوف. هاد البنت سميتها سلمى، وكانت كتقرا العام الخامس ديالها في كليه الصيدله، وفي عمرها 25 عام. والجريمه وقعت في الليل تقريبا مع 8 د الليل، واخا الخبر وصل الطلاب حتى للصباح. وفي ليله الجريمه مع 2 ديال النهار في وقيت الغداء، سلمى كانت مع واحد صاحبتها في واحد الكافي فين كيتجمعوا الطلاب باش كيقراو ويقرقبوا الناب بيناتهم باش يقتلوا احساس ديال الغربه. هاد صاحبتها سميتها فدوى، وكانت كتمشي عندها للدار بزاف. في ذاك النهار سلمى غادي يجيها اتصال في التليفون ديالها، وغادي تنوض تجاوب عليه بعيد على صاحبتها فدوى باش ما تسمعهاش. وملي رجعت قالت ليها باللي غادي تمشي تقضي شي غراض وترجع، ودات معاها باش تمشي عندها للدار مع 9 ديال الليل. وفي ديك الوقيته تفارقوا حتى وصلت 9 ديال الليل ومشات فدوى عند سلمى للدار. عيات ما تصوني عليها في الدار، ولكن سلمى ما كتجاوبهاش. هادشي اللي غادي يخلي فدوى اتصل بها في التليفون ونفس الشيء كيتعاود، سلمى ما كتجاوبش نهائيا. وهذا الشيء ماشي من عوايدها، خصوصا مع فدوى اللي كتعتبرها الصديقه ديال الغربه، وكيف ما كنقولوا باللي هما حاطين الراس على الراس. فدوى هنا غادي تزيد تخلع بزاف على سلمى، وحتى ديك المكالمه اللي جاتها بديك الطريقه زاد شكاتها في انه تقدر تكون وقعات شي حاجه لسلمى. الدنيا غادي تبدا تدور فدوى بزاف وما غتعرف ما دير، وجاتها الفكره باش تتصل بالبنات اللي كتعرفهم سلمى، ربما تكون مشات عند شي وحده فيهم. وحتى البنات اللي ما عندهاش نوامرهم مشات حتى لعندهم، ولكن سلمى ما ليهاش الاثر. هادشي خدم من فدوى بزاف ديال الوقت، وما حد الوقت غادي وكيزيد وفدوى كتزيد تخلع على صاحبتها. وملي وصلت ل 11:30 ديال الليل فدوى غادي تقرر باش تمشي عند مول الدار اللي كاريه عنده سلمى، وداك الشيء اللي كان مشات عنده وعاودت ليه كل شيء داك الشيء اللي طرا. وحيت هو عنده الطوبل ديال الساروت غادي يطلع مع فدوى ويحاولوا يفتحوا الباب، حيت مول العماره داير مع كاع الطلاب اللي ساكنين عنده باش ما يبدلوش السقطه ديال الباب نهائيا. المهم منين فتح الباب بالطوبل ديال الساروت، هنا غادي تكون المفاجاه. غادي يلقاو سلمى طايحه حدا الكوزينه وهي غرقانه في الدم ديالها، والدار كلها مقلوبه سفاها على علاها. فدوى من بعد ما شافت هذا المنظر سخفات في البلاصه وما قدراتش عليه، ومول العماره اتصل علم البوليس في البلاصه وعيط حتى للاسعاف لان فدوى ما بغاش تفيق ليه ديك الوقيته في وسط واحد المنظر دراماتيكي اللي صعيب بزاف الصراحه. ملي جاو البوليس الاوكراني وشافوا هذا المنظر في البلاصه غادي يستدعيو فرقه مسرح الجريمه، ومن خلال المعاينه الاوليه ديالهم لمكان الجريمه غادي يشكوا بان الجريمه تمات بسبب السرقه، لان بحال هذه الجرائم كيوقعوا بزاف في ديك المنطقه، خصوصا انها منطقه جامعيه. وحتى ملي شافوا الدار
لقاوها باينه مقلبه بنفس الطريقه باش وقعوا بزاف ديال الجرائم في ديك المنطقه. ومنين عينوا الجثه ديال سلمى وحاولوا يقلبوها ما لقاوش عندها الفلوس لا في جيبها لا في الدار، وهذا الشيء كيزيد الشكوك بزاف بان الجريمه بسبب السرقه. ولكن السؤال اللي كيطرح نفسه هنايا وبقوه، الا كانت عمليه السرقه علاش غادي يقتلوا سلمى؟ وهذا الشيء اللي خلى واحد المحقق يرجع للجثه ديال سلمى ويشوف فيها مزيان ويحاول يحلل الوضع مزيان كيفاش تمت الجريمه. سلمى كانت مضروبه في راسها بشي حاجه اللي باينه قاصحه، بحال شي زرواطه او لا شي حديده، المهم شي اداه اللي قاصحه بزاف والضربه جاتها للراس مباشره. وهذا الشيء اللي خلى الدم اللي كاين في الدار منتشر بزاف، والضربه جاتها من اللور، يعني اللي قتلها ما كانتش ناويه فيه غادي يقتلها. وهذا الشيء اللي خلى المحقق يقول مع راسو هذه الجريمه عندها بزاف ديال الابعاد، يعني المجرم قتلها لبزاف ديال الاسباب وماشي غير سبب واحد. وهذا المجرم كان باغي يسرق شي حاجه معينه، لان فرقه مسرح الجريمه لقات التليفون ديال سلمى كيتشارجا في بيت النعاس وحتى واحد ما قاسو. هذا الشيء غادي يخليه يدخل مباشره في التحقيق. من بعد ما تهزات الجثه لمستودع الاموات قص التشريح، وتهزوا حتى البصمات والدلائل اللي ممكن يفيدوا فك لغز هذه الجريمه، واللي منهم التليفون ديال سلمى اللي كان كيتشارجا في بيت النعاس. وغادي يبدا مع صاحبتها فدوى اللي كانت في السبيطار ديك الساعه وبدات كتفيق، واخا مازال ما فاقتش من الصدمه. قررت تقول كاع داكشي اللي عارفه باش تحيد عليها المسؤوليه وتكون متعاونه في التحقيق. ومن خلال الاقوال ديالها قالت فدوى على ان سلمى مؤخرا كانوا كيجيوها مكالمات اللي في شكل، وكانت كتبعد بزاف عاد باش كتجاوب عليهم، وهذا الشيء ماشي من فعيلها، حيت قبل كانت كتجاوب قدامي على التليفون عادي. وحتى في هذه الايام الاخيره كانت كتبان ديما مخلوعه، وحتى البيسي بورطابل ديالها اللي كانت كتخليه ليا ديما ما بقاتش كتبغي تعطيه ليا نهائيا، وما كتخلي حتى شي واحد يمسو ولا يقيسو بخطره. المحقق هنا غادي يشك بان هذا البيسي بورطابل هو راس الخيط، لانه من الاشياء اللي ما تلقاوش في الدار، والحدود الساعه كيتعتبر من المسروقات. المحقق غادي يحاول يعرف من فدوى شنو كان في هذا البيسي ومناش كانت خايفه سلمى في ايامها الاخيره، ولكن فدوى ما عندها حتى شي خبر على هذا الشيء. وهذا الشيء اللي غادي يخلي هذا المحقق يحاول يعرف منها الناس اللي قرابين لسلمى، ربما يخرج بشي خيط اللي يخليه يفك ملابسات هذه الجريمه. وفعلا فدوى غادي تعطيه الاسماء ديال البنات اللي كانوا كيعرفوا سلمى، سواء معرفه سطحيه او لا كانوا مقربين منها بزاف. ولكن المحقق كان ذكي بزاف وطلب منها تعطيه الاسماء ديال الدراري اللي مقربين منها واللي عندهم معها علاقه غراميه. هنا الجواب ديال فدوى غادي يكون صريح ومباشر، وغادي تقول ليه باللي سلمى كانوا عندها بزاف ديال العلاقات مع الدراري، ولكن اللي كانت هي كتعرفهم وديجا عاودت ليها عليهم هما كريم وياسين، وبجوج بهم مغاربه والبقيه ما عرفاتهمش، حيت كانوا كيجيو بزاف ديال الدراري عندها للدار من غير واحد الدري اللي صغير في السن ديما كيجي عند سلمى باش تعاونو في قرايته. المحقق هنا غادي يمشي مباشره باش يشوف التقرير ديال الخبره اللي خرج ديال التليفون سلمى، وفعلا غادي يلقى سلمى كانوا عندها بزاف ديال المعارف، ولكن اكثريه ديال المكالمات اللي كانوا كيجيوها في التليفون من شخص سميتو ياسين، وواحد الشخص اخر حتى هو اللي سميتو كريم. وهذا كريم عنده جوج نوامر، ولكن التقرير ديال الخبره كشف على ان كريم الاول ماشي هو كريم الثاني، يعني كاين جوج اشخاص سميتهم كريم. ومن خلال التحقيق تبين ان كريم الاول كان طالب مغربي وكان معجب بسلمى، وكريم الثاني رجل اعمال مغربي معروف وسط الطلبه اللي كانوا تما، خصوصا الطلبه المغاربه، كيعاونهم في القرايه وكيسلفهم كاع اذا اقتضى الحال وكانوا مزيرين. وكان معروف عليه هذا الشيء بين الطلاب سيرتو اللي يلاه كيجيو لاوكرانيا في ذاك الفتره. واللي وصل حتى لهنا ما كنظنش انه غادي يبخل عليا بابوني، وما تنساوش تقولوا لي الراي ديالكم في هذه القصه، خصوصا انكم عرفتوا كاع الاطراف اللي في هذه القضيه، فتقدروا تكتبوا التوقعات ديالكم في التعليقات شكون ارتكب هذه الجريمه في حق سلمى في نظركم، والتوقعات ديالكم كتهمني بزاف. غادي نمشيو نعرفوا شويه على حياه سلمى كيف كانت وكيف ولات، حيت هنا كتخبى واحد العبره كبيره من هذه القصه. سلمى تزادت وسط عائله بسيطه، الاب ديالها كان صارم بزاف وقاصح، والام ديالها خدامه في الخياطه باش تعاون العائله. من صغرها كانت مختلفه على البنات اللي في عمرها، مكالميه ذكيه وطموحه بشكل كبير. ديما كانت كتقول لامها
غادي نقرا مزيان ونولي صيدلانيه كبيره. وبقات من نجاح لنجاح في الدراسه ديالها حتى وصلت للباك. وهنا ما قدراتش تجيب نقطه مزيانه حيت وقعوا ليها بزاف ديال المشاكل، منهم المرض الخبيث اللي صاب باها، واضطرات حتى هي تخدم باش تعاون في الدار وفي الدواء ديال باها. المهم عام مورا الباك بقى ليها خاوي ما قراتش فيه، وكانت غير كتحاول تخدم فاش ما كان باش تعاون الاب ديالها. وهذا الشيء علاش ما قدراش تدخل كليه الصيدله في المغرب وفات حتى الوقت، لان في هذه الفتره توفى الاب ديالها بالفعل بعد ما قهروا المرض القبيح. ومن هنا صافي تبدلات حياتها كامله راسا على عقب. سلمى دخلت في نقاشات كثيره والمشاكل مع امها لانها كانت باغا تمشي لاوكرانيا. الام بطبيعه الحال كانت رافضه فكره اوكرانيا نهائيا وخايفه على بنتها، ولكن سلمى مشات عند خالها اللي هو مقرب منها بزاف وقنعاته باش يعاونها ماديا وباش يدخل يعاونها ويقنع امها اللي هي اختو. واكثر من هذا الشيء صدق كيعرف كريم اللي هو رجل اعمال في اوكرانيا وكان قرا معاه شحال هادي، وتقريبا وجد كل شيء لسلمى باش تمشي. وفعلا شدات الطياره ومشات لاوكرانيا من بعد ما دوزات صراع كبير مع امها باش تقنعها لا هي لا خالها، وفي الاخر قدروا يقنعوها بصعوبه اللي هي كبيره. في الايام الاولى سلمى كانت كتعاني بزاف، البرد قاصح، اللغه صعيبه، والوحده كانت قاتلها. كانت كتعيط لامها كل ليله تقريبا وهي كتبكي. ولكن مع الوقت ولات معروفه وسط الطلبه المغاربه، هادئه محترمه ولكن غامضه شويه وكتثير الشكوك. وفي الاواخر ديالها حتى واحد ما كان عارف حياتها الخاصه 100%، واخا حتى صحاباتها اللي مقربين منها، وخصوصا في دواء اللي كان كيخفى عليهم بزاف ديال الحوايج. غادي نرجعوا للتقرير ديال الطبيب الشرعي واللي قال ان سبب الوفاه هو كسر في الجمجمه ونزيف داخلي حاد اللي خلى سلمى تموت في الساعه الاولى مورا ما تلقاش الضربه. وبالنسبه لسلاح الجريمه فهو حديده اللي قاصحه لان البقايا ديال الخشب ما بقاوش ليها في الضربه اللي عندها في الراس. وبالنسبه لوقت وقوع الجريمه هو ما بين 8 و 9 ديال الليل. كان هذا هو التقرير ديال الطبيب الشرعي. اما بالنسبه للتقرير ديال البصمات لقاو واحد الكم هائل ديال البصمات في الدار ديال سلمى، واللي الاغلبيه ديالهم ديال الطلاب اللي كانوا كيقراو معاها او لا كتعرفهم. هنا البوليس غادي يرجعوا يحطوا الدلائل اللي وصلوا ليها كاملين، وغادي يبداو التحقيق مع الناس اللي اتصلوا بها خصوصا ساعه قبل وقت وقوع الجريمه. وبداو مع ياسين اللي من خلال التحقيقات هو اخر واحد كان واقف معها في الكليه، واللي ما نكرش العلاقه ديالو بها نهائيا، وقال بان سلمى من نهار جات السنه الاولى ديالها ديال الدراسه كانت عندي معها علاقه حب. وقال نفس الهضره اللي قالت في دواء، انه لاحظ عليها بزاف ديال الحوايج مؤخرا، انها ولات كتغبر عليه بزاف وديما خايفه وبحال الا عندها شي حاجه مخبياها، والاغرب انها ما كتبغيش تقول اشنو هي هاد الحاجه. البوليس غادي يسولوا ياسين فين كان في ذاك الوقت بالضبط. غادي يقول لهم باللي هو كان ذاك النهار مسافر باش يزور واحد الصديق ديالو، وحتى اللقطات ديال الكاميرا اللي كانت في المحطه منين سافر وشد الطريق اكدت هذا الكلام هذا والصحه ديال الكلام ديال ياسين. اذا ياسين ما عندوش علاقه بهذه الجريمه. اما بالنسبه لكريم اللي كان طالب وكانت كتعجبو سلمى بزاف، قال بانها كانت كتجاهلو نهائيا وكان دائما في محاوله باش يربط معها علاقه، وهي ديما كانت كترفضو رفض نهائي. وبالنسبه لوقت وقوع الجريمه كان في الدار مع شي صحابو، وهاد صحابو اكدوا الهضره ديالو وعنده شهود اللي اكدوا على كلامه حتى هما. بقى واحد هو صاحب خالها ورجل الاعمال اللي سميتو حتى هو كريم وهضرنا عليه قبل، واللي اصلا ما كانش في المدينه وكان مسافر لمدينه واحده اخرى بسبب انه رجل اعمال وعنده اشغال في مدينه اخرى في اوكرانيا. وذاك النهار بالضبط كان بايت في واحد لوطيل، اذا ساهل عليه باش يثبت هذا الشيء، والبراءه ديالو حتميه في هذه القضيه. يعني البوليس ما عندهم حتى شي دليل اللي يقدروا من خلاله يوجهوا التهمه لشي حد. ولكن حيت الروح عزيزه عند الله، من بعد ما دازت شهرين على الجريمه تقريبا ديال البحث وديال التحقيقات المعمقه، غادي يكتشفوا ان الحساب البنكي ديال سلمى كانت كتدخل ليه مبالغ كبيره مؤخرا، ومستحيل هذا المبلغ يكون غير من مصروف طالبه كتقرا في الغربه. وهنا البوليس بداو كيطرحوا سؤال مهم: منين جاو هاد الفلوس كامله وشكون كان كيصيفطهم ليها؟ وغادي تكون هذه اول مره التحقيق ياخذ منحى مختلف تماما، لان الجريمه ما بقاتش غير جريمه قتل او سرقه، ولكن ممكن تكون مرتبطه بشبكه كبيره وخطيره.
ومن خلال تتبع التحويلات البنكيه اكتشفوا باللي ان كاينين اسماء كثيره ديال الطلبه عرب كانوا كيصيفطوا مبالغ متفرقه، اللي مصيفط $500، اللي $1000، وبعض المرات اكثر، وكل شيء كان كيدوز تحت الدف كما كنقولوا بطرق مختلفه باش ما يبانش الموضوع انه مشكوك فيه. وهنا البوليس غادي يشكوا باللي سلمى كانت خدامه في شي حاجه اللي هي كبيره، ولكن المشكل ان حتى واحد ما عارف التفاصيل كامله. فدوى كانت عارفه غير ان سلمى تبدلات، وياسين كان حاس انها خايفه، اما الباقي حتى واحد ما كان فاهم شنو واقع بالضبط. وهنا غادي يرجعوا البوليس لاهم دليل باقي ناقص في القضيه، وهو البيسي بورتابل ديال سلمى، حيت من نهار وقعت الجريمه وهو مختفي. وهذا الشيء خلى المحقق الرئيسي يقول واحد الجمله مهمه بزاف: القاتل ما جاش غير يقتل، جا باش يدي شي حاجه محدده. ومن هنا بدا التركيز كامل على البيسي بورتابل ديال سلمى. البوليس رجعوا عند فدوى مره واحده اخرى وحاولوا يعرفوا منها اي تفاصيل صغيره ممكن تفيدهم. شنو النوع ديال البيسي، واش فيه شي علامه ولا شي حاجه اللي تقدر تخلي اي واحد يتعرف عليه. وفعلا فدوى تذكرت واحد الحاجه مهمه بزاف. سلمى كانت ملصقه في الظهر ديال البيسي ديالها بزاف ديال الملصقات اللي هما لي ستيكرز ديال مدن اوكرانيه وشعارات ديال واحد الفرقه موسيقيه روسيه، حيت كانت كتعلم من خلال سمع الموسيقى اللغه فاش يلاه جات في الاول. ومن بينهم واحد السيكرز فيه واحد الجمجمه كبيره حمراء، هاد العلامه كانت كتميز البيسي ديالها بسهوله. المحقق هنا غادي يتحرك بسرعه، خصوصا ان السوق السوداء في خاركوف معروفه ببيع الاجهزه المسروقه. وبالفعل البوليسي غادي يمشي لسوق مشهور سميتو باراباشوف ماركت، اللي كان معروف في ذاك الوقت باي حاجه تقدر تلقاها فيه، من الهواتف الاوراق حتى الحوايج المسروقه تقدر تلقاهم. بعد ايام ديال البحث والتسوال من طرف البوليس في ذاك السوق النيت غادي يلقاو واحد التاجر عنده بيسي بنفس المواصفات، وملي شافوا السيكر ديال الجمجمه الحمراء او الملصق ديال الجمجمه الحمراء تاكدوا مباشره باللي راه هو نفس البيسي ديال سلمى. التاجر في الاول حاول ينكر، ولكن منين حس براسو غادي يتورط قرر انه يتعاون، وقال لهم باللي شراه من عند واحد الشاب عربي قبل شهرين تقريبا. ولكن الحاجه اللي خلات المحقق يشك اكثر ان الشخص اللي باعوا ليه كان مزروب بزاف باش يبيعوا، وهذا الشيء اللي جا في الاقوال ديال التاجر، لانه باين باغي غير يتخلص من البيسي باي ثمن. البوليس حاولوا يخرجوا المعلومات اللي في الجهاز، ولكن الصدمه كانت كبيره بزاف على البوليس، لان البيسي ما فيهش الديسك دور. الديسك دور هو اللي كيتجمعوا فيه المعلومات ديال البيسي، واحد البياسه كتكون وسط من البيسي. البوليس ما لقاوهاش نهائيا، وشي حد حيدو بطريقه متعمده. وهنا تاكدت فرضيه مهمه: القاتل ما كانش خايف من البيسي كجهاز، كان خايف من المعلومات اللي فيه. المحقق هنا بدا كيحس بلي القضيه اكبر من مجرد خلاف او جريمه عاديه، خصوصا ان اي واحد عنده علاقه بالتزوير ممكن يطيح الى خرج داك الديسك دور. البوليس وراو للتاجر التصاور ديال ياسين وكريم الطالب وكريم رجل الاعمال، ولكن هاد التاجر نفاهم كاملين. وهنا التحقيق دخل في حيط بالنسبه لي. علاش؟ لان جميع المشتبه فيهم كان عندهم حجه غياب قويه. ياسين كان مسافر، وكريم طالب كان مع اصحابه، ورجل الاعمال كريم اللي هو الثاني اصلا كان في مدينه اخرى. وحتى البصمات اللي تلقاو في الدار ديال سلمى ما قدروش يبنيو عليها تهمه، حيت سلمى كان كيجي عندها بزاف ديال الناس للدار. ولكن واحد المحقق اللي كان مركز من الاول على التفاصيل الصغيره في القضيه شد انتباهه واحد الامر مهم. الناس كاملين اللي البوليس مركز عليهم هما ناس واضحين بزاف وما كذبوا حتى كلمه، يعني حتى واحد فيهم ما يقدر يكون المجرم الحقيقي. القاتل الحقيقي اكيد غادي يكون ما شك فيه حتى شي واحد اصلا. ومن هنا طلب يجيبوا ليه تصاور ديال جميع طلاب المغاربه اللي كانوا كيعرفوا سلمى، حتى الناس اللي العلاقه ديالهم باينه غير عاديه. المحقق بدا كيقلب في التصاور وحده بوحده حتى شد انتباهه واحد الوجه، الدري اللي باقي صغير في العمر على سلمى، شاب هادئ ملامحه عاديه بزاف، ما فيها حتى شي حاجه اللي كتخلع، وسميتو حمزه. فدوى كانت ذكراتو ديجا بشكل خفيف في التحقيق الاول، وقالت باللي كان طالب صغير في السن، وسلمى كانت كتعاونو في القرايه ديالو بحكم انها فايتاه في السنين. حتى واحد ما شك فيه نهائيا حتى البوليس، ولكن المحقق قرر يحط الصوره ديالو مع التصاور الاخرين ويعاود يوريهم كاملين للتاجر. وفي ديك اللحظه التاجر منين شاف التصاور سكت شويه، هو يهز التصويره ديال حمزه وقال:
هذا هو اللي باع ليا البيسي. هنا الصدمه كانت كبيره للمحقق، لان غير توقع انه يقدر يكون حمزه هو اللي قتل ودار تصويرته، فصدقات بصح لان حمزه هو اللي باع البيسي لذاك التاجر في ذاك الوقت. المحقق قال مع راسه ويلي هاد حمزه داك الدري الهادئ اللي معروف بالاخلاق ديالو اللي حتى واحد ما عمر شافه داخل في شي مشكل. ولكن نرجعوا للملف والبصمات لقاو بان البصمه ديالو كاينه مع البصمات اللي لقاوها الشرطه العلميه في الاول. ولكن هذه المره الامور تختلف، البصمه ما بقاتش بصمه عاديه حيت ولا عندها دافع اللي قوي. يعني الان كاين البيسي المسروق، شهاده التاجر، البصمه، الصوره بدات كتبان. البوليس جابوا حمزه للتحقيق. في الاول كان هادئ بشكل اللي هو غريب، كيتجاوب معاهم بواحد الثقه اللي هي كبيره، وقال باللي نهار الجريمه كان ناعس في الدار. ولكن مع الضغط والاسئله المتكرره وشاف راسو راه ما عندوش فين يهرب، بدا كيتوتر، خصوصا ملي واجهوه بالشهاده ديال التاجر وواجهوهم بجوج. ومن بعد ساعات طويله ديال التحقيق نهار حمزه واعترف. الاعتراف ديالو كان صادم في الحقيقه. قال باللي في الاول كان غير كيعاون سلمى باش يلقى ليها الطلاب اللي تسالت لهم الاقامه وبغاو يبقاو خدامين في اوكرانيا، وسلمى كانت عندها علاقه بناس كيزوروا الوثائق والاقامات، وهو كان كياخذ العموله ديالو صافي. ولكن مع الوقت بدا كيحس براسو غرق في هذا الشيء، خصوصا انه كان مزيان في قرايته وبدا يخاف يضيع المستقبل ديالو. قرر انه يقطع العلاقه نهائيا مع سلمى. ولكن سلمى رفضات، بل اكثر من هذا الشيء ولات كتضغط عليه يجيب ناس اكثر وتقول ليه باللي لا انسحب غادي تخرج سميتو وتورطو مع الشبكه ديال التزوير كامله. ومن بعد فينا بداو كيجيوه ناس يهدوه بطريقه غير مباشره. وحمزه قال باللي من تما بدا الخوف كياكل فيه وما بقاش كينعس نهائيا، وديما حاس باللي يقدر يدخل الحبس في اي لحظه او يتصفى ليه في اي لحظه. وقال مع راسو الا بقات سلمى حيه حياتي كامله غادي تسالي. ومن تما بدا كيخطط يقتلها. نهار الجريمه بالضبط اتصل بها وقال ليها باللي كاين واحد طالب باغي الاقامه، وسلمى مشات معاه في هذا الفخ وطلبات منه باش يجي عندها للدار. حمزه كان واجد من قبل وشرا واحد القطيب ديال الحديد وخباه تحت الجاكيطه ديالو، واللي شراه مخصصا باش يضرب به سلمى. ومن بعد ما دخل سلمى مشات للكوزينه، بقى كيشوف في الدار وكيحاول يلقى البيسي فين يبان ليه، ما بانليش. وفي ديك اللحظه بالضبط قرر انه يديرها. ملي خرجت من الكوزينه ضربها ضربه قويه في الراس، وقال باللي حتى هو تصدم في ديك الضربه اللي ضربها لانها كانت ضربه قاتله جدا، لان سلمى طاح طيحه وحده بلا ما تتحرك، وحتى الحجم والشكل ديال الدم خلعوه بزاف. هادشي اللي خلاه يجري يقلب غير على البيسي وياخذ هذاك البيسي ويخرج كيجري. ومع ذاك النهار كان الثلج كثيف، وراكم عارفين الجو والطقس ديال اوكرانيا خلاه يختفي بسهوله وحتى واحد ما يشوفه. ومن بعد ايام حيد هذاك الديسك دور وهرسو مزيان ولاحو في الزبل حاشاكم، وباع البيسي في السوق السوداء. المحاكمه ديال حمزه دامت عام كامل، خصوصا بعد ما البوليس بداو يربطوا هذه القضيه بشبكه التزوير الكبيره اللي كانت في خاركوف، والقضيه دارت ضجه كبيره تما في اوكرانيا. اما فدوى فمن بعد ما عرفت الحقيقه دخلت في صدمه نفسيه كبيره بزاف اللي تشافت منها من بعد سنين ومنين، حتى هي ما كانتش متصوره باللي داك الدري الصغير يقدر يدير هذه الجريمه، او لا صاحبتها سلمى تكون كدير هكاك. من بعد ما ترحلت الجثه ديال سلمى للمغرب، الام ديالها كانت كتقول ديما نفس السؤال، كون خليتها حدايا واش كانت غادي تبقى هي؟ لان الناس كيتصدموا من الاحداث، ولكن القدر فاش كيجيك راه كيجيك فين ما كنتي مخبي. واخا تكون في اوكرانيا في المغرب تتعدد الاسباب والموت واحد. وفي الاخير المحكمه حكمت على حمزه ب 25 ديال الحبس نافذ، وقدروا البوليس يفكوا جزء كبير من شبكه ديال تزوير الاقامات. ولكن حتى واحد ما كان عارف واش فعلا موت سلمى كان هو نهايه القصه او لا البدايه ديال اسرار اكبر كانت مخبيه في خاركيف.